أسست قلعة الحاج حمزة الحامد الرحيم سنة 1944. كان البنيان مالها من الطابوق، والمساحة الكلية لكل القلعة هي دونم. تحتوي هذه القلعة على 3 حدائق، وتحتوي على 15 غرفة، كذلك إذا 5 طرمات بها موجودة. هذه القلعة انشأت في زمن حمزة الحامد، وهي لأول وحدة مضيف الإمام القاسم بن الحسن. احنا خدام القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بأبو الجاسم. الشيء الثاني وهو مضيف قوام أبو الجاسم ومضيف شمر جعفر، كذلك للشغلات العشائرية والتنازع العشائري هنا، ومن فضل الله يعني تنحل مشاكل العشائر اللي موجودة اللي يجي يقصد هذا المكان. أما البنيان اللي اشتركوا به هذا هو أساسا عراقيين بحت، ما بي أي كادر به، والأسطوات كلهم من الكاظمية، أسطوات من الكاظمية، النقوش من الكاظمية. إضافة إلى هذه، ما إذا أنتم جاي تشوفونها أكو بهاي الطرمة اللي موجودة خلفي. الطرمة تحتوي على نقشة وهي يسمونها الحصيرة. الحصيرة موجودة بالأرض وموجودة بالسقف. الشيلمان اللي بيها اللي تشوفونه هذا مو شيلمان، هذا سكك مال قطار. سكك مال قطار لأنه بزمن الإنجليز سنة 40. كل القلعة بها سكك مال قطار. بالإنجليز انطوا بها الكور مال الطابوق، كور مال الطابوق، وانطوا السكة مال القطار لأنه كان سكة القطار تجي من اسكندرية إلى المحاويل، فهاي انهمرت فانطوها ذاك الوقت جدة من جدة حمزة هو شيخ العشيرة اللي موجود بقوام أبو الجاسم. هذا السرداب هو عبارة عن غرفة مساحتها 4 في 6، يستخدموها قبل بالصيف يعني فترة الاستراحة. بس هسه حاليا نعاني من مشكلة المياه الجوفية اللي صعدت بها، واكو حلقات اذا تشوفوها هذه قبل يربطون بها فد خشبة، ومن الخشبة تنزل بطانية، والأطفال يحركوها حتى يصير حركة تيار هواء من الحديقة الخلفية منا على الباب، ويكون المنام بيها رطب ويعني مريح. وهذه هنا هسه على يمينك استاذ حيدر، هذه منها فتحات تطلع إلى السقف، أي تهوية 4 فتحات، ومن فوق يسموها البادجير، يعني مجال للتهوية. وتشوف الخشب الطراويز موجود الفاصل بين السقف وبين. اي نعم. اكو تواصل ويا هيئة الآثار في بابل حول هذا الموضوع، حول تسجيلها بالآثار حتى هم يتولون بعد مسؤولية الإعمار، لأنه الإعمار يعني بناء على ما تفضلوا به هم الإخوان بالآثار قالوا يصير على مسؤوليتنا. مساحة القلعة 50 في 50 متر، يعني دونم كامل من هذا الموضوع. أبواب القلعة مفتوحة في كل وقت للسياح؟ نعم. لو اكو أوقات محددة؟ لا مفتوحة ليلا ونهارا، لأن هي أولا مضيف لكل من يحب أن يزورنا ويشرفنا من إخواننا من شمر ولا بقية العشائر، لأن هاي القلعة أو هذا البناء له رمزية أكثر ما كونه يعني بناء طابوق وغيره، يشير إلى قسم من عنده إلى آثار العراق، آثار بابل، وبابل مشهورة بالآثار، هذا الشيء معروف، ورمز لعشيرة شمر خصوصا، وحتى إخواننا من بقية العشائر. يا ما صارت قعدات يعني فض النزاعات أو التباحث بالأمور الاجتماعية. نعم هنا هاي القلعة. نعم. الرسالة هاي راح توصلها لأبنائكم اللي يحافظون على هذا الإرث؟ أكيد، ولهذا هسه واقفين ويانا حتى يشوفون ويسمعون ويتوارثوها، حتى يعني الاهتمام يبقى مستمر، لأنه هذا فالشيء يعني هسه أولا صعوبة إعادة بناءه مرة ثانية، ثانيا المحافظة عليه أسهل من بنائه وإعادة بنائه مرة ثانية. شنو تبحر رموز حروف يعني؟ هذه شلون نقول ماركة صاحب المعمل. زين، يعني مثلا هذا حرف أي، هذا نجمة، اكو هلال، هذا رقم 1. زين، يعني شوف ماركة المعمل هو شلون مسويها. هذه الباديرات اللي قلت لك عليها مالت التهوية اللي تنزل للسرداب،
هذه طبعا هسه مفتوحه لانه صايره باتجاه الجهه الغربيه اللي يجي من عندها الهواء. هي مفتوحه هي مفتوح منه؟ فتحات منه. نعم نعم. هذا الجانب هاي تقدر تشوف. يعني هذا هسه بناء هندسي. اي نعم، يعني هسه هذه اذا اذب هاي الحجاره راح تروح للمي بالمباشر. اي دورها انه تنقل الهواء. اي تهويه، يعني تدخل هواء من فوق حتى توزعه داخل السرداب. شلون قبل البارده هنا؟ قبل ينامون بالسرداب حجينا. يلعبون يعجبهم واحد راح ايه اقدر ارفع البنايه وانزل احسن لي. وهاي بعد اكو جزء ثاني من القلعه. ايه هذا خاص للعائله بس، يعني